بتروحوا معي سيران على اللايف. وهي تتبيلة الدجاج. اول شيء عندك 3 كيلو دجاج او 3 كيلو جناح، بدي الحق الدم المعقد منهم. بس اول شيء طبعا غسلتهم وشلت وين في شعره وبره منهم شلتها. هون بلحق العرق شوي شوي، شايفينه شلون بالسكينه، وبطالع دم المعقد منه. هلا شوفوا كيف بده يصيروا مثل الشاش تحت الحنفيه. هيك صاروا بهالشكل. فتحت العرق فيهم وبلشت فيهم بهالملح تحت الحنفية، نقعتهم 4 دقايق ورديت رجعت لهم وغسلوا وكب يا أكابر. أنا هيك طريقتي بتنظيف الدجاج. وقت اللي كنت بلبنان جوزي يجيب لي إياهم فريش، نظفهم تبلهم حطهم بالثلاجة وطالعهم على السيران على عيون السمك يا أكابر. وأنا هيك طريقتي وتتبيلتي للشوي. هيك انغسل لحتى صارت المي بيضة، ورجعت غسلتهم وحدة وحدة. لسه هاي غسلتهم قبل ما شقشق العرق منهم، يعني انه غسلتهم تحت الحنفية وبالملح. بعد ما انتهينا من غسيلهم هلا اجينا لطريقة بابا بالتتبيلة الله يرحمه. هون حطينا معلقتين لبن، معلقة دبس البندورة، معلقة دبس الفليفلة، نص معلقة بهارات السبعة، نص معلقة فلفل اسود، اهم شيء البابريكا حمرا مشان تعطينا اللون الحلو، يعني تصبغهم منيح. شوية عصير ليمون او عصير برتقال، معلقة ونص ملح، راسة زيت قلي وراس توم مهروس. لا بحط هال ولا بحط كزبرة لان طعمة الشوي بتسيطر، لانه هاي تغير طريقة الفرن. وهلا طالعة سيران فيهم كالعادة. ولا تنسوا اللايك، تابعوني حتى ما تضيعوني مشان تشوفوني.